داخل الوطن وخارج الوطن جميع المغاربه، جميع المسلمين اجمعين. شوفوا نكونوا صريحين، شي هذا المغرب حاليا ولينا كنشوفوا واحد الفيديوهات انتشروا في المغرب بزاف 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 بزاف، سيرتو ملي خرج رمضان ولينا كنشوفوا حاله ديال القرقوبي، عاوتاني الرجوع الى القرقوبي والرجوع الى المخدرات، ولينا كنشوفوا السيوفه عين بين. هذا النوع كيعلق لهم غير المخزن، واحتراماتي وتقديراتي للرجال الدرك الملكي والسلطات المحليه والامن الوطني ورجال السي الحموشي اللي قايمين بواحد المهام بزاف. شي هذا النوع ديال البشر اللي كتشوفوا فيهم كيعيشوا معنا، اقسم لكم بالله كون ما كانش المخزن في المغرب وحق الله العظيم كون راه يدخلوا لينا على والدينا ديالنا ويدخلوا دابا ولينا حنا كنخافوا على راسنا كمواطنين، ولينا نخافوا على راسنا نخرجوا. علاش؟ تخرج في الليل يقدر يتلقى لك برغوش عنده 16 عام 17 عام مقرقب مسلح هاسيف، عنده مشاكل عقلانيه وعنده امراض نفسانيه ومقرقب وحاقد على الوضعيه، كتبان ليه انت كانك عدو، ما كتبانش ليه انك مغربي، انك مسلم، انك خو. كيشوفك واحد الشوفه ديال الحقد، سيرتو يشوفك لابس نقي ومهلي في راسك العباد اللي يوقف عليك بالسيف، مال امك مال باك زف ضربك طق طق طق، ولات الحقره قسما بالله العظيم. ولا هادشي ديال الفيديوهات ولكن الحمد لله كاين الامن، كاين الامن وكاين الامان دائما تحت شعار الله الوطن الملك. غير هي حاجه وحده وكنقولها رساله للسي الحموشي، كنقولها اقسم لكم بالله العظيم، خاص اللي يلقاوه واقف وهاز معاه سيف ولا جنوي يطبق على مو الماده 507 من القانون الجنائي، خصمهم الغراق. اي واحد يكون هاز معاه سيف ولا جنوي ما تسنوش حنا تيضرب، يلقاو عنده يطبق عليه القانون، يدخل الحبس، يسدوا على مو في الضيقه، فهمتيني؟ فيرين لا دخل للشبيك ديالك، هادو ما سرهم الحبس باش نكونوا واضحين. لان هادشي راه ولينا كنشوفوه واحد الظاهره خطيره ولات، راه ظاهره خطيره ولات اخوتي. راه تخيلوا معايا، راه كنشوفوا رجال امن ساكن ولات يتعرضوا للضرب، ولات يتعرضوا للهجوم بالاسلحه بالكلاب، ولات السيوف عادي ولا جنوا عادي. هادو قسما بالله العلي العظيم انا كنقولوا نعاود شي راكم ما كانش الامن في المغرب والله اخوتي الا كنتو غتشوفوا شي كوارث مقودين، حرب اهليه مع بعضياتنا. حنا قوم حكار كنحكروا على بعضياتنا. حنا نشوفوا الدريه غاده للخدمه مع 6 الصباح 5 الصباح يتلقى لها شمكار يدينا الساك ويضربها ويتعدى عليها. حنا مرض نفسانيا كنحكروا على بعضياتنا، وكيقول لك مسلمين وكذا. انت اللي كتقرقب وكتمشي تهز جنويه راه عديم الشخصيه، راك ماشي راجل. انت اللي كتقرقب وكتمشي تلقى العباد الله وتكريسيهم، راك ماشي راجل. الرجوله هي تخدم وتعري على كتافك وتمشي تخدم على والديك، هذه هي الرجوله، وتعري عليها وتجيبها بعرى كتافك. اما هذيك الجنويه راه كلشي ساهل يهزها، ما كتسحب راسك انت اللي كتهزها. راه كون طحتي في اوروبا بنادم يفوتش مع امك دقيقه، وجبت بايستولي طرن مشيتي ودعتي، وخاص يطبق هذاك القانون ديال من هنا. هذه الرساله للسي الحموشي اقسم بالله العلي العظيم، خاص اطلاق النار، خاص نبقى نحسبوا ليه واطلع حيد الجنوه سالينا بحال هذا النوع. ما عندنا ما نديرو به في البلاد، ما عندنا ما نديرو به، حيت هذا غير كيخسر الصوره ديال المغرب، كيخسر الصوره ديال البلاد، فهمتي؟ كيتعدى على المواطنين، كيضربوا البنادم. يعني هادو سرهم الامن الوطني وكيعجبوني فيهم، هادو كيعجبوني فيهم قسما بالله. خاصهم بحال هكاك، خاصهم بحال الحبس والهراوه والقمع والطغيان، وتدخل مو تسد على مو وتعيش مو بحال الحيوان وسط الحبس. هذا هو العيب، فهمتيني ولا لا؟ حيت حكاره اللي كيهز وكيتلقى العباد لا حكار. وتحياتي الرجال اللي كيجيبوها بعرق كتافهم، وتحياتي البنات اللي كيجيبوها بعرق كتافهم. اما الواحد اللي كيهجنوي ويسيف العباد تلقى المواطن بدون سبب بدون هذه ويربي الكلاب ويهجمهم على عباد الله، هذه راه كتسمى حقره، وهذه كتسمى بساله، وكتسمى انك انت ضعيف شخصيه. حتى راجل كيجيب بوحدو وما كيجيش مع عصابات وما كيجيش مع لعيبه السيوف وجناوه والعباد وكيقصد، ما كيديرهاش القضيه. الراجل هو اللي كيمشي كينوض مع 6 الصباح كيمشي يخدم عليها، فهمتيني؟ انت مريح كتسنى في امك ولا باك يعطوك، ما يعطوكش حاجه تمشي تقرقب وتخرج تقول لهم انا ما عطاتنيش البلاد. انت عطيتي البلاد باش تعطيك، اش عطيتيها باش تعطيك هاد البلاد؟ واش كتحب راسك لا زيتي جنويه والعباد راه قبيح باش يقولوا الدريه الحقه حقه والواد؟ راه واحد الفئه من الدريات اللي كيتزعطوا فيكم، هذيك راه واحد النهار تدخل الحبس تدبر على واحد قبح منك، عاد تسحب راسك تطول معاك، عاد تسحب راسك انت كتسحب راسك ملي كتخرج الدرب كيشوفوك شو قريب، كيشوفوك مدلول، وكيشوفوك انك انت واحد انسان غدار، والغدار ما عندوش بلاصه معنا في هاد البلاد، فهمتيني ولا لا؟ وتحياتي دائما الامن الوطني، وتحياتي الدرك الملكي، ودائما تحت شعار الله الوطن الملك، لا للخوف ولا للرعب. ديديكاس لكم كاملين ولاد الناس.